ايه وبتاع ايه؟ انا عايز اتفرج طبعا. انا بقول لك بقول لك بالراحه. عندك السلام عليكم. بعد كده يا استاذ. ميسون فين؟ السلام عليكم. باشمهندس عامل ايه؟ عامل ايه يا زي استاذ؟ الفل والله الحمد لله. اخبارك؟ استاذن بس اخد من وقت حضرتك دقيقتين بس. اتفضل امورنا. حضرتك معايا ولا ايه؟ عايز حاجه حلواني؟ اتنين اهو. هتخش ولا حاجه؟ عايز حاجه تاني؟ طيب ثانيه امورنا. معلش هاخد من وقتك دقيقه مؤاخذه يا استاذ بس بعد اذن حضرتك استاذنك بس. دلوقتي انا معاك سليم سلام تبع شركه اي جي الهنديه. اهلا وسهلا. دي اول شركه هنديه بتصنع مقرمشات. مقرمشات شركه اي جي الهنديه ديت رائده في صناعه المقرمشات. دي هي لا هي دي تبدو ان هي شكل المقرمشات العاديه اللي انت عارفها. ايوه بس طبعا بتاكلها فيها بتديك مفعول تاني غير اللي انت تعرفه. طبعا احنا عشان احنا في شتاء والجو ساقع والكلام ده كله احنا اخترع الشركه بتاعتنا اخترعت مقرمشات في شكل طاقه. في شكل طاقه احنا طول عمرنا بنسمع عن مشاريب الطاقه ان هي فاهمني بتدي حيويه بتدي دفء بتدي فاهمني. احنا شركتنا بحمد الله اول شركه على مستوى العالم كله تصنع الطاقه في مقرمشات. المنتج بتاعنا اسمه مقرمشات باور الفيل. تمام. باور الفيل طبعا احنا سمعنا عن باور الحصان، باور هورس اللي هو باور الحصان، الريد بور. انت كده كده في الشتاء ما بتطلعش بره بتقعد قدام التلفزيون بتبقى عايز تتسلى. وفي نفس الوقت حاطين لك فيه مفعول الطاقه انك كانك شربت ريد بول كانك شربت مشروب طاقه. يعني انت بتحس بدفء بتحس فاهمني عشان الجو ساقع والكلام ده كله. احنا اول شركه بعون الله نحط مشروب الطاقه في المقرمشات. احنا دلوقتي نازلين المحلات ان انا المفروض ان انا بكلمك على المنتج وباخد اسم حضرتك وبعد كده بتنزل لك عربيه الشركه بتنزل لك المنتج دوت. بس طبعا الناس اللي احنا بناخد اساميهم اللي انا نزلت خدت اساميهم بينزل لهم بونص كرتونتين على كل 10 كراتين. يعني لو نزلت 10 كده بتاخد عليهم اثنين. ده عشان انا خدت 20 ليك 4 كراتين. ده طبعا لاول مره عشان انا بنزل بعد كده الشركه بتنزل بعد كده الناس هتحفي على المنتج ده. انت بعد كده الناس ده لما ينتشر يا استاذ الناس هتحفي عن المنتج دوت. المنتج دوت العلبه الكيس دوت انت بديهولك بتبيعه ب 15 جنيه. بعد كده الناس لما هتعرفوا الكيس ده ولا 50 جنيه هتعرف تجيبه. لان فعلا انت هتحس بطاقه. انا اول مره اشوف كده طاقه. لا انت هتحس بطاقه. طب خلاص انا اعمل حسابي ب 20 كرتون. فانا المفروض ان انا هاخد اسم حضرتك واسجله مش مدر يعني حاجه. بس الاطفال اللي هو اقل من سن 16 سنه لا. ما عشان في مشروب طاقه برضه. لا هو نازل اللي فوق 16 سنه. اقل من كده بالظبط. اقل من كده لا. بس هو زي الريد بول بس ده بشكل مقرمشات. جرب حضرتك دي عينه عشان الناس بتدوق منه. انت في عرض نازل للزبون. انت دلوقتي الباكج دوت بص حضرتك الباكج دوت نازل من الشركه كده على بعضه بيبقى فيه 5. ده بيبقى فيه 5. ده الاستاذ هيبيعه ب 10 او ب 15. ده هيبقى فيه 5 هيتباع لك ب 25 جنيه. فيه 5 بجد. الباكج هو نازل من الشركه كده باكج على بعض بيبقى فيه 5 كده. لا ده عرض لاول مره. بعد كده انت مش هتشوفني تاني حضرتك. انا نازل بس لمده اسبوع بلف بعرف الناس بالمنتج. انت كده لما تقول الخمسه ب 25 ولا 4 لا ده هو عرض مره واحده. حتى لو ما فيهوش طاقه ارخص من لا عشان بس احنا ايه صوره الاستاذ بقى عايز يضرب عصفور عشان عايزين نشوف والله احسن عارف يا وحتى لو ما عملتش حاجه يعني حاجه كويسه حضرتك يعني السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا باشا. طب انت ايه راي حضرتك؟ تمام هتخش معانا في الباكج ده و25 يعني مش فلوس يعني انا. لا انا بقول لك ارخص. انت بره 15 جنيه. ما هو هيبيعه ب 15 جنيه واخد بالي من مؤاخذه الصرف. لا بيجيب الشيف ب 15 جنيه دي. ده ب 25 بس نازل بس ده هي مره واحده حضرتك انت مش هتشوفني تاني ان شاء الله. حلوه خالص والله 25 ماشي يا استاذ. استاذن بس حضرتك انا معايا بوستر عشان بس المنتج اول مره ينزل. معلش لا عند حضرتك. ماشي يا عم احنا برضه برضه في مستفاد برضه ما انا برضه اعطيتك. لا ده راجع لا دي عينه عشان الناس بتدوق منه. طيب ماشي. طب كل يا استاذ عايز تاكل منه كل. عايز تاكل لا كل تاني يا باشا واحد العمليه. تسلى عبال ما اعلق البوستر ده بس ما تخلصوش كله. تخلصوش كله يا استاذ. ربع حلواني اكل عجب ينسون. انت بقى
واحده ينسونا، واحده ينسونا حبيب قلبي اهي ابا. ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟ حبيبنا في ايه؟ بالراحه بس بالراحه. في ايه؟ ايه ده اللي بتكذب؟ في منتج من افضل انواع فضلات الفيل. ايه فضل؟ إيه ما هو انا بقول لحضرتك هو اسمه باور الفيل. تعالى كده بس، تعالى كده. بالراحه بس يا استاذ، في ايه؟ انا بقول بالراحه بس تعالى. انا بقول لحضرتك بالراحه بس. ايه ده؟ وانا مش بقول لحضرتكم ده اسمه باور الفيل. يعني طب إيه باور ايه الفيل فضلات الفيل؟ ده بص يا استاذ، اسمع بس، ما تفهمش غلط، ما تفهمش الكلمه غلط. طب بالراحه بس، انت فاهمني الصح. الصح بتاع الكلمه دي بيقول لك منتج من افضل انواع فضلات الفيل. ايوه يعني هو احنا إيه بص يا فضلات استاذ، الفيل؟ بص بالراحه بس يا استاذ. ماشي، هو احنا فضلات دلوقتي الفيل. احنا بنجيب فضلات الفيل، انت مش زي ما انت فاكر، مش الفضلات بنجيبها لك على طول، لا الفضلات ديت حضرتك بتخش الفرن، الفرن بيبقى معقم جدا و الفرن معقم يعني؟ بيبقى معقم. اصلا اسمع مني انا بكلمك اهو بالراحه، انا بكلمك بالراحه والله الفرن بكلمك بالراحه. الفرن ايه متعقم، فضلات الفيل؟ بنحط فيه كل ما نسمع منه بس كده. الفرن بيتعقم على درجه حراره 140 يا باشا على درجه فضلات يا الفيل. استاذ يا استاذ يا استاذ ايه فضلات الفيل بقى؟ على درجه حراره 140 وبنحط الفضلات ديت وبتطلع محمصه بالشكل ده، وبتطلع محمصه. ايه وبتاع ايه؟ انا عايز يا استاذ صبري، انا بقول لك بقى، بس بالراحه يا استاذ، انا بقول لك بس بس يا جدع. بالراحه بس بالراحه بالراحه بس صلي على بقول لك بس مقلب والله والله مش حقيقي مش حقيقي مقلب اهدى مقلب ده اهدى مقلب نهزر معاه مش حقيقي مقلب يا جدع، مقلب والله مقلب والله ايه اللي مقلب مش مقلب يا عم؟ والله اهدى بس صلي على النبي صلي على النبي كلمتنا والله. اهو اللي قدامك اهو لا، بنهزر معاك والله. اهدى صلي على النبي، اهدى روق كده روق، بنهزر معاك. اهدى مقلب والله مش عايز، والله مقلب يا جدع معاك. عيب يا جدع فيه بس والله. صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي كده هتفتني والله، خلي بالك انت يا كده عم والله انا حسيت اللي بطني والله وجعتني ده يا عم. هتفتني. اهدى كده وصلي على النبي كده وروق. هديت خلاص بقى باخد هديت ولا ايه؟ قدامك اهو. والله ما في اي حاجه. زي العسل والله انتوا وجعتوني. لا، بنهزر. والله يعني احنا بنعمل معاك مقلب وكل ده مش حاجه، ما بتزعلش مني. علشان انت اللي ما تزعلش يا عم، من احنا اللي بنعمل معاك مقلب. كل ده دورت فيه.